السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير البنات، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. في فيديو نهار اليوم باذن الله راح نشارك معكم نوعين من الطمينة اللي كنت مقررة اني نحط لكم لي فيديو قبل المولد، لكن التليفون ما حبش يخدم لي، ما كتبش ربي ما حطيتش الفيديوهات. دوكا نسيي ندير لكم زوج انواع، واحده بالدقيق واحده بالفرينه. اذا حبيتوا تشوفوا الطريقه تبعوا الفيديو حتى النهايه. بلا ما نطول عليكم نبدا لكم بالطمينه تاع الدقيق. هنا راني حمصت كونتيتي نتاع الدقيق، هذا الحرش حمصته مليح، راكم تشوفوا كيفاش اللون نتاعو مبدل. هنايا راني نغربل فيهم باش كاش ما كاين حاجه نحيها، كما راكم تشوفوا نغربلهم مليح، نحي هذاك الكتل اللي قعدت كما راكم تشوفوا، نسيي نخرجها مليح مليح من الصفايه، والشي اللي قعد هذا نتخلص منه. هنايا من جهة واحدة أخرى نجيب كمية من العسل وكمية من المارغرين. أنا تقريبا ندير نفس الكونتيتي كيما العسل كيما المارغرين، نديرهم فوق النار حتى يذوبوا، نتحصل على هذا المزيج كما راكم تشوفوا حتى يبدا يلحق لدرجة الغليان. هنايا نضيف كمية من حلوة الترك، تقريبا ندير هذيك البطة الصغيرة نتاع حلوة الترك هكاك والنار شاعلة، نخلط مليح حتى نتحصل على واحد المزيج هكا لولو ابيض. نحاول اني نحرك مليح 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 حتى نتحصل على هذا اللون. هاكم تشوفوا كيفاش ذابت هذيك حلوة الترك، وهذوك الحبيبات ثاني ما عندهم ما يقلقوا، نورمال خاطر الطعم نتاعهم راهو حلو. هنايا نطفي النار ونبدا نحط في الدقيق بالتدريج كيما راكم تشوفوا، نحط بشويه من هذاك الدقيق اللي كنت حمصته بشويه بشويه، ونبدا نخلط باش كل شيء يتخلط مع هذيك المارغرين وحلوة الترك والعسل. بهذا الشكل نخلط مليح كما راكم تشوفوا. هنا راهي جاريه بزاف، اما لا لازم نزيد لها كميه اخرى من الدقيق حتى نتحصل على القوام اللي نحوس عليه. كما راكم تشوفوا ضيفوا بالتدريج، ما تضيفوش فرد مره باش ما تجيكمش يابسه، بشويه وزيدوا كما راكم تشوفوا. هاني نزيد بالتدريج ونخلط حتى نلحق حتى للقوام اللي نحوس عليه. ما ديروهاش يابسه بزاف خاطر كي تبرد راهي تزيد تشد روحها. هنا راني فرغتها في صحن التقديم، راكم تشوفوا فيها كيفاش راهي تتحرك، يعني ماهيش يابسه. درت حسابي خاطر كما قلت لكم راح تزيد تشد روحها. كما راكم تشوفوا هنا البنات راني زينتها كما تشوفوا بالمكسرات، عندي كاوكاو اخضر بذوق البيستاش، عندي الحلوه هذه الدوري والمارون، عندي الورد، عندي البيستاش، نواد كاجو، الرز هذا الملون المنفوخ الازرق بالغوز، وعندي هذه الحلوه المحشيه بالشوكولا. يعني الحاجه اللي متوفره عندك في المنزل ديريها. تحبي ديري طبسي كبير، تحبي ديري هكا طباسه صغيرين كيما هذا اللي يديروهم في الاعراس، تقدري تبدلي الديكور نتاعك وديري بهم ديكور حتى في طاوله السهره تاع المولد النبوي. وهذا هو الشكل النهائي نتاعها تاع هذه الطمينه. التزيين يبقى اختياري، كل وحده والشيء المتوفر عندها في الدار. كما راكم تشوفوا تقدري ديري اي اشكال تجي في بالك. وهنايا ننتقل مباشره للطمينه الثانيه اللي نخدموها بالفرينه. هنا ندير نحط المقله فوق النار ونحط زوج كيسان نتاع الفرينه كما راكم تشوفوا، ونديرها على نار مهيله باش ما تحرقليش، ونحاول اني نقليها نحركها باستمرار كما قلت لكم باش ما تحرقليش، وخاصه على الجوانب حتى يتبدل اللون نتاعها يولي كما راكم تشوفوا دركا في الفيديو ما يوليش شكل اللون نتاعها غامق بزاف. نحاول اني نخرجها في الصفايه خاطر راح تتكتل لي كي تعود تقلى. بهذه الطريقه نفرغ كامل هذيك الكونتيتي، وفي نفس المقلاة نجيب نص كاس نتاع حليب غبره، نحاول حتى هو نقليه بنفس الطريقه ونحركه باستمرار. وهنايا راني مازال ما نحاول اني نخرج هذيك الفرينه اللي قلت لكم راني حمصتها بهذا الشكل. شوفوا الكتل هذه اللي قعدت نتخلص منها. هذا هو الشكل تاع الفرينه كي خرجتها في الصفايه هذيك
بهذا الشكل. نرجعوا للحليب الغبرة اللي رانا نقلو فيه بهذا الشكل. هنايا كي كملت راني نغربل فيه حتى هو نتخلص من اي حبيبات فيه بهذه الطريقة، حتى يكون المزيج ارطب كامل. هنا راني نخلط هذوك المقادير اللحظة مع الفرينة، نخلطهم مليح. هذا هو اللون نتاعهم كيفاش يكون بعد التحميص. هنايا البنات نضيف كمية من الجلجلان والكاوكاو، الجلجلان والكاوكاو مقدار كاس غير شوية، مزيج ما بيناتهم كما راكم تشوفون مرحيين مليح. هنايا راهم تعجنوا لي شويه كي كنت نرحي فيهم. خلطهم مع هذيك الفرينه وحليب الغبره كما راكم تشوفون، نخلطهم مليح مع بعضهم ونبدا نحضر المزيج نتاع المارغرين والعسل. كما راكم تشوفون نذوب اولا المارغرين كما راكم تشوفوا. كما قلت لكم هنايا عينك ميزانك، حبيتي ديري المارغرين اكثر والعسل اكثر، حبيتي العسل اكثر والمارغرين قل، ولا ديريهم كيما ندير انا كيف ندير نفس المقادير منه ونفس المقادير منه. نخلطهم فوق النار كما راكم تشوفوا حتى تذوب هذيك الزبده. هنا الزبده تذوب في العسل، وهنا نحيها على النار ونبدا نضيف الخليط نتاع الفرينه بالتدريج كما راكم تشوفوا، ونخلط مليح كما راكم تشوفوا. ضيفوا بالتدريج كما قلت لكم، ما تضيفوش فرد خطره عفوا. هنايا ضيفوا بالتدريج وخلطوا حتى تتحصلوا على القوام اللي انتم باغيينه وشاتين تتحصلوا عليه بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. هذا هو الشكل. دائما نقول لكم ما تخلوهاش يابسه وتفرغوها في الطبسي، خلوها شويه حكمه روحها، خاطر كي تبرد راهي تزيد تشد روحها. هنايا نحاول اني نحطها في صحن التقديم كما راكم تشوفوا هكا، باش نبدا الديكور نتاعها بهذه الطريقه. نسوي شويه بالمغرفه ومن بعد نعاود نحرك الطبسي كما راكم تشوفوا باش يجيني السطح ليس كما راكم تشوفوا. راكم تشوفوا فيها باللي راهي تتحرك ماهيش ناشفه. ها هي كيفاه جاني السطح تاعها ليس. حنا نبدا في طريقه الديكور، والديكور دائما نقول لكم اختياري بالمكسرات ولا بالحلوى الرقيقه ولا بالدراجي ولا بالكاكاو ولا بالقرفه كما تحبوا، كل واحد والشيء اللي متوفر عنده في الدار. ان شاء الله يكون هذا الفيديو اعجبكم وينال رضاكم ويعجبكم الوصفات في زوج، وتحاولوا تجربوهم، ونلتقي في فيديوهات اخرى باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله.